تعالوا اقول لكم ازاي تعملوا شوكولاته باونتي او جيرسي بطريقه صحيه ومكونات بسيطه جدا. طعمها لذيذ جدا والاطفال والكبار هيحبوها. عندي هنا كوبايتين من جوز الهند المبشور، هضيف عليهم ربع كوبايه من عسل النحل، وهضيف كمان تلت كوبايه من كريمه الخفق، ممكن تستبدلوها بقشطه معلبه. وهضيف اخر حاجه معلقتين كبار من زيت جوز الهند او الزبده. بعد كده هقلب المكونات كلها مع بعض لحد ما تكون بالشكل ده. بعد كده هبتدي بايدي اعملها على شكل بارز زي شوكولاتات باونتي الصغيره، وطبعا تقدروا تتحكموا في كميه عسل النحل في الوصفه حسب الرغبه، وممكن تستبدلوها بسكر ستيفيا. بعد كده دخلتهم الفريزر لمدة ساعة تقريبا علشان يتماسكوا. سيحت شوكولاتة دارك في الميكرويف، بضيف لها معلقة من زيت جوز الهند، وبدخلها الميكرويف كده لمدة دقيقة تقريبا لحد ما تكون بالشكل ده. وانا نزلت لكم قبل كده طريقة عمل الشوكولاتة الدارك في البيت ب3 مكونات بس، وكمان كانت مناسبة حساسية البان. وكمان تقدروا تستبدلوا كريمة الخفق في الوصفة دي بكريمة جوز الهند علشان تكون الوصفة كلها مناسبة حساسية البان لو استخدمتوا شوكولاتة مناسبة. يا ريت تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تحفظوا الفيديو عندكم علشان تجربوا الوصفة. باي باي.